في الفيديو ده هقول لك ازاي خسرت 70% من فلوسي اول ما دخلت في البورصه، ومش فلوسي وبس، فلوسي وفلوس اهلي، والفلوس اللي كنت هجيب بيها شقه اول ما اتخرجت اللي اهلي كانوا سايبينها لي خسرت منها 70%. يعني ال 100,000 بقت 30,000 جنيه وفي وقت قليل. ليه لازم تسمع الكلام ده؟ لانك لو ما سمعتش الكلام ده انت عرضه ان انت يحصل فيك كده واوحش بكتير قوي. الكلام ده كان في سنه 2005، والنهارده انا بقالي 10 سنوات لم اخسر في البورصه قط. ولم اخسر مش معناها ان انا ما اشتريتش سهم نزل بيا، لم اخسر معناها ان اخر السنه بدات باكس، عمري في حياتي ما طلعت اخر السنه مش كسبان، ومش كسبان كويس. بسرعه جدا، مش هيبقى فيديو طويل، الاخطاء اللي خلتني اخسر في 2005 كل فلوسي او معظم فلوسي. رقم واحد، ما كانش عندي معلومات، كنت مستند على الشائعات والاخبار واصحابي اللي على القهوه والناس اللي بقعد معاهم، ما كانش عندي علم. عشان كده في كل فيديو من دول بقول لك لو انت مش عايز تخسر في البورصه ان شاء الله، ابعت لنا على الواتساب اللي فوق. الموضوع مش مجرد كورس تعليمي، الموضوع موضوع ان احنا هنبقى معاك يوم بيوم، نعلمك خطوه بخطوه لمده شهور لحد ما نوقفك على رجليك ونخليك ان شاء الله جامد في الموضوع ده. عندك الواتساب فوق لو مهتم، او هتلاقيه في الصفحه الرئيسيه في القناه. رقم 2، كنت جاري ورا طموحات والامال بطريقه غير طبيعيه. السهم ابو 100 الناس تقول لي رايح 700 ويوصل فعلا 200، اقول ايه ده اتضاعف. كان في وقت هوجه غير طبيعيه في البورصه في 2005، الحاجات كانت بتطلع بطريقه غير مبالغ فيها، مش فاكر 2005 ولا 2006. فكنت بجري ورا الاسهم وبجري ورا الاسعار، السهم ب 200 لا الحق اشتري، ده بقى 250 مش مهم اشتري، ايه ده 350 اشتري. رقم 3، كنت بشتري بالعكس. يعني ايه بشتري بالعكس؟ يعني اخش بالمبلغ الصغير 2000 جنيه، سهم يطلع قوي او مشاري ب 5000، يطلع قوي او مشاري ب 10، يطلع قوي او مشاري ب 5، عمال ازود. فلما اجي اشوف متوسطي فين، متوسطي فوق، متوسطي عند الارقام العاليه جدا جدا. فطبيعي لما الدنيا انهارت كل شيء، والاسهم بتاعتي اتفرمت في الارض وخسرت 3/4 الفلوس. النقطه اللي بعد كده، كنت مستعجل، كنت عايز اعمل الفلوس بسرعه، كنت عايز اطلع الفلوس في وقت قليل، كنت عايز اطلع دخل مش لازم شهري بس مستعجل جدا. شرحت لك في فيديوهات كتيره جدا ان انت لو مشيت بالمنطق ده هتخسر، يعني هتخسر. النقطه اللي بعد كده، لا كنت مهتم بالحاله الاقتصاديه، ولا كنت مهتم بالفالويشن بتقييمات الاسهم، ولا كنت مهتم بالتحليل المالي، ولا كنت ببص على الارقام، كنت ببص على الفني بس، شرطات فقط. بعد ما اتبهدلت البهدله دي قعدت كذا سنه اخسر في البورصه، طبعا يعني بحاول اعوض فلوسي لكن اخسر وبتاع. المهم يعني كانت معاناه غير طبيعيه. بعدها خدت بريك وقررت ان انا اتعلم صح. والتعليم ده مش مجرد ان انت تقرا كتاب ولا تتفرج على كورس، التعليم ده محتاج منتور، حد معاك يعلمك مظبوط، لان اول صفقه هتعملها غلط بسبب ان انت ما اتعلمتش هتدفع اكتر من ثمن التعليم ده 10 مرات. عشان كده بقول لك لو انت فلوسك تهمك، عندك رقم واتساب فوق في البروفايل، ابعت عليه، هنعلمك بورصه صح ان شاء الله. الخساره يا جماعه شيء مؤلم، والخساره شيء بشع، وانا جربتها وكانت في بدايه حياتي. طبعا كنت لسه شاب وكان لسه قدامك الحياه، بس برضه بدايه الحياه انت لسه متخرج من شهرين، تاخد لك خبطه زي دي، الموضوع بشع. وطبعا اكيد بيبقى اوحش لما تبقى اكبر، واكيد بيبقى اوحش لما يبقى عندك ولاد، واكيد بيبقى اوحش لما تكون دي تحويشه عمرك اللي انت محوشها بقالك 10 سنين ولا 20 سنه. فلوسك حاجه مهمه، اتعلم صح علشان تحافظ عليها، شغلك اكتر.